هنعمل فرخة مشوية في البيت في الفرن، حاجة كده وهم. الفرخة بتاعتي جبتها وهتبلها طبعا بعد الغسيل والتنظيف اللي كلكم عارفينه، ملح وفلفل طبعا من جميع الجوانب. بتأكد انها اتغطت بالملح والفلفل كويس. ادي الفلفل اهو، وبعدين ارش هنا في الوش وارش في الظهر من عند الصدر ومن عند القفص الصدري بابريكا بقى، واحطها برضو على الفرخة من جميع اتجاهاتها وادعكها كده كويس علشان احاول اوزع البابريكا والتوابل. انا بقى هروح جايبة زبدة ممتازة، واروح فاتحة جلد الفرخة وادخل الزبدة دي ما بين الجلد ومنطقة الصدر. الحركة دي بتنقل الفراخ المشوية في حتة تانية، يعني اسمعي مني وجربي وهتفرحي فرحة رهيبة. زيت زيتون ونغطي بيه الفرخة علشان منطقة الصدر اللي فيها الزبدة ما تتحرقش وهي بتتشوي، ده الهدف الرئيسي. الزبدة هتطري منطقة الصدر وزيت الزيتون هيحميها من ان الزبدة دي تتحرق ويبقى ملهاش طعم جميل. في قلب بطن الفرخة من جوه بنزل برضو بالملح والفلفل وادعكهم كويس قوي. انا بعمل تقطيع في الفرخة من الجنبين علشان ادخلها في السيخ. دخلتها في السيخ اهو زي ما انتوا شايفين، اغرزها كويس قوي، السيخ يرشق فيها كده ويغرز كده. هي بقت تمام، هدخل بيها على الفرن. يلا معايا. ثبتها في الفرن وحطيت تحتها صينية. انا ما بحبش الصينية بقى تبقى فاضية، فبنزل فيها بالبطاطس وكل بقى البهاريز والدهن والتوابل اللي في الفرخة هتنزل في الصينية على البطاطس، ووهم الوهم بقى في الطعم. هسيب الفرخة على درجة 160 تتشوي لمدة ساعتين. كده فرختنا اتشوت، خدت لون الشوي الرائع الجميل وريحة الشوي مفحفحة. هطلعها وخرجها من السيخ وهحط البطاطس حواليها علشان بصوا البطاطس، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مستوية ناعمة وطرية وكلها حنية. تعالوا بقى نغرف في طبق التقديم. الفرخة تتحط كده في السنتر والبطاطس بالصوص اللي معاها يتحطوا حواليها، وتاكلوا بقى بالعيش. تختاروا تعملوا رز، تختاروا مكرونة، كله هيمشي ويبقى زي العسل. ويلا ناكل من جوه الحلة.